الله يحفظه أبو حذيفة، يعني أكثر واحد ما شاء الله نقلوا عني. وهذا موقف سلمك الله طبعا فيه أول ما طلع المعسل. لا أحسن الظن الله يجزاك خير. تجيك العلوم الله يحفظك. المهم شفته في أحد السوبر ماركتات، وشفت المعسل هذا والريحة وهذا، وذيك الأيام لسه أول بدايته. إيه ريحة فراولة. وتعالى نياتك. ما بعد. أول ما شفته يعني قلت الدعوة يعني ريحة فراولة حاجة حلوة يعني. أخذته مع البيت وطبعا مع الجبنة طاعون. اي والله حالي والله حالي، لا في تحذير حكومي يعني واسع صدرك. نعم يعني اللهم لك الحمد. لا كليته صحيح. والله كلته. المهم اسمع الله يحفظك. كان فضحتونا نجيبها كذا الأسرة الكريمة كلها. اي نعم، هو ما يدرون ان الدعوة ويحسبونها مربى. ليش شكله زين فعلا، هو شكله. اول ما طلع كان في شو اسمه ذا، في ايه كان في علب بلاستيك هذه وما في كذا، مجرب لك ما شاء الله. المهم اخذته، وبعدين بعد فتره جيت البقاله، عجبني الموضوع. لو يشوفني احد الاخوان الملتزمين خلص اللي اخذته. خلص خلص اجل وشه جاي بقاله وشه. المهم جيت هذا السلام عليكم، الا بالله اعطيني واحد. ويجينا احد الاخوان الله يحفظه اللي توسم فيهم الخير، قال يا اخي شكلك ووجهك مو تبع وش الحركات هذا؟ قلت ايه؟ قول هذه حرام الله يجزاك. لا يا أخي أحل الله الطيبات وحرم الخبائث. بعد أفتي أخوك في الله مشكلة. قال تدري إيش يستخدمونه؟ قال إيش يستخدمون؟ قال لا يستخدمون الله يحفظك شيشة. إيش شو؟ قال شيشة. يا رجل قال شيشة يا ابن حلتين 3 أيام وأنا قاعد أفحط فيها مع الجبن. طعمه يا شيخ طعمه عادي يا شيخ. صحيح طعمه حالي حتى آخر الليل تطلع دخان. طعمه عادي يا شيخ. يعطيك العافية.